من عجائب الأمور ما يحدثه بعض الشباب بما يسمونه تنظيم الدعوة وتنظيم الأمور، ثم يصبحون أوصياء على الدعوة السلفية في بلدانهم ويبتكرون أمورا ليست على طريقة الصحابة رضي الله عنهم والسلف، وإنما هي أمور استحسنوها فأرادوا إيقاع هذا الأمر على الواقع الذي يعيشونه. والأقبح من هذا نسبة هذا الفعل إلى أهل العلم والسنة. وأذكر ذات مرة طلب مني أحد الإخوة الذين كانوا يقطنون أوروبا وأمريكا بأن تكون هناك لجنة من طلبة العلم في ليبيا تحال إليهم الأسئلة، يعني أسئلة السائلين في ليبيا تحال إليهم، ثم بعد ذلك تفرز هذه الأسئلة وتقوم هذه اللجنة بالتواصل مع أهل العلم من أجل عرض هذه الأسئلة عليه. والسبب الذي يعللون به أن العلماء لا يفهمون اللهجة الليبية، أو أن الشباب لا يحسنون السؤال، وبالتالي تقوم هذه اللجنة بتعديل الأسئلة ثم تعرض على أهل العلم. وهذا من عجيب الأمور حقيقة التي طرأت على منهج السلف في هذه الأعصار. فقلت له عندما كان يأتي الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل كان هناك من الصحابة من تعرض عليه الأسئلة أو من يترجم كلام السائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تكونوا قطاع طريق بين الناس والعلماء، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقول عكس ذلك. الصحيح من حديث أنس عندما جاء ذمام بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلوس في المسجد، وأناخ بعيره ثم عقله في ناحية من نواحي المسجد، ثم قال: أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكي بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم قد أجبتك. فقال له ضمام: إني سائلك، فمشدد عليك في المسألة فلا تجد في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. سأله بربه وبرب من سبقه أن الله أرسلك إلينا. هذا الطرح السلفي البسيط أعرابي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل عما يريد، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أصحابه لا يعرف عليه الصلاة والسلام، حتى سأل عنه أين محمد، بخلاف ما نراه اليوم من بعض التصرفات الكهنوتية. تجد من ينتسب إلى العلم وكأنه لم يقرأ هذه الأحاديث النبوية، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يتعامل مع الناس. فالآن صفة معينة وكلام معين، ولا تناديه باسمه يعني أو بكنيته، وإلا فأنت لا تحسن الأدب ولا تحسن التصرف مع العلماء، وتتهم بكل التهم الباطلة الناتجة في أنفس هؤلاء من التقديس والغلو لهذا الشيخ. فليس هو أعز من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر كيف كان أصحابه يتعاملون معه.
في غاية الأدب والاحترام بدون هذا الغلو المفرط. فتجد الإنسان يمشي وكأنه طاووس خلفه الجموع، لا يلتفت حتى الالتفات إليه، ولا يرحب بضيف، ولا يسلم على شخص، وتجد الناس تدفعه أو تدفع عليه السائلين. أين هذا من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأيضا جاء في الصحيحين من حديث طلحة ابن عبيد الله قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع له ذوي ولا ندري ما يقول، حتى دنا إلى النبي أو عن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام. اسمع له دوي ولا يفقهون ما يقول، ومع ذلك يستقبل ويسمع منه بدون هذه البهرجة وهذه المقدمات، لأن هذه الأمور هي طقوس قد تكون موروثة عن أهل البدع الذين عاشوا مع الحزبيين أو كانوا مع الصوفية ورأوا الغلو الحاصل من المريدين إلى الشيخ، ثم تابوا فدخلوا إلى المنهج السلفي بتلك الأفكار، وأصبحوا يغلون في المشايخ أو فيما يرونه هو الشيخ ولا يرون معه أحد. فطريقة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون بينه وبينه حواجز. وعندما جمعت حديث أنس في الصحيحين عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي تبكي عند قبر قال: فأتت بيته ولم تجد عنده بوابين ولا أناس يدفعونك ولا يمنعونك، عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا صحيح مسلم حديث سعد لما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: علمني كلاما أقوله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. هذا هو الهدي النبوي الذي كان عليه المجتمع النبوي في عهد النبوة وعهد الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وهنا يجب التنبيه على أمر، وهو ما يقوله بعض الشباب إذا أراد سؤالا. نحن نرفع الأمر للعلماء، يجمعون العلماء، وهم لا يعنون كافة العلماء كما يقولون، وإنما هذا العموم المقصود به الخصوص، وهو من يتواصلون معه فقط، فيقولون علماء ولا يقصدون إلا واحد فقط، وهذا من التهويل والإرجاف، ولا يعتبرون غيره من العلماء. فنصيحتي للشباب السلفي أن يسألوا بمن يثقون في علمه ودينه من أهل السنة ومن أي بلاد من بلاد المسلمين، وإياكم حصر العلم في شخص واحد وتتعصبون له وتطرحون باقي العلماء، فهذا المرض خطير يجب أن ينتبه له الشباب السلفي، وأن يكونوا على تواصل بكل علماء السنة، ولا يحصرون العلم في شخص،
ومن أراد أن يعرف خطأ شيخه فليجالس غيره. وإياكم الغلو في الأشخاص. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى كل خير، وأن يلتزم المنهج السلفي في أقواله وأفعاله واعتقاده. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.